ورا ما تتعلم تراوغ بالجير راح تراوغ فريق الخصم وأظهرة الخصم وقلوب دفاع الخصم بكل سهولة. لا داش ولا حرك الجير فوق وجوه ولا تدوخ راسك وتدوخ نفسك. كل شي ما تسوي بس تحترف استخدام الجير وتصير تراوغ اللعبة كلها. حتى مدرب الخصم تراوغ وتعبرهم كلهم بكل سهولة. فهسه لازم نتعلم شلون نراوغ بالجير. بس قبل ما نبدي سلم الفاز بذاك الفيديو الحساب وهاي الصورة المصداقية، وبهذا الفيديو حيفوز واحد ثاني منكم. هذا الحساب اللي بالصورة، فاللي يحب يشارك يفوز يضغط على الرابط اللي بالبايو وينضم ويدخل بالسحب. فيلا وياكم كينج ويلا خلينا نبدي. بالبداية حتى نتعلم شلون نراوغ بالجير يراد لنا لاعب خفيف ويتحرك بسهولة وعنده التحكم بالكرة وتجرب الكرة عالية فوق ال90 او نهاية ال90، المهم عالية. عندك مثل نيمار. شوف حتى تعبر الخصم بالجير ركز على اللاعب اللي قدامك، من تشوفه صار قريب عليك بمسافة قصيرة حرك الجير بجهته وراح تعبره مثل ما تشوف قدامك. وهسه راح نعيدها. اقتربنا شوية من اللاعب الخصم، حرك الجير على اتجاه لاعب الخصم وراح نعبره بكل سهولة.